في كيلو دقيق وشوية مية، لا في لبن ولا في بيض. عملت كل المعجنات الجميلة دي، كل أنواع القرص اللي بتتباع في الفرن، وكلهم بعجينة واحدة. يعني بكيلو دقيق هتملي بيتك كله خير. وهنعمل مع بعض في الفيديو القرص المضفرة، وكمان هنعمل مع بعض القرص النواعم بالسمسم، سوري بالسكر. وكمان هنعمل مع بعض السميد اللي هو في الطبق التاني ده، وبطريقة سهلة جدا وجميلة، ولا فيها لبن ولا بيض ولا أي حاجة. سموا بالله بقى ويلا نبتدي مع بعض. هتجيبي كوباية دقيق وكوباية مية دافية، مش سخنة ولا باردة، عشان دافية هتسرع أكتر التخمير. وهنحط معلقة خميرة كبيرة، وكمان معلقتين سكر كبار، وهنقلب الخليط ده وهنغطيه ونسيبه بقى. احنا دي المرحلة الأولى التخمير، دي بتبقى بتساعد عندك ان العجينة بعد كده تبقى طرية وجميلة جدا، وتبقى مستوية حلوة قوي. بنسيبها بقى نغطيها زي ما انتوا شفتوا كده بفوطة نظيفة لحد ما تعمل فقاعات كده، وتلاقيها كميتها اتضاعفت. بعد كده هننزل بقى بكيلو الدقيق بتاعي، بس هنخله الأول كده، وحط عليه ربع معلقة ملح صغيرة بس، مش أكتر من كده. وبعد ما نخلت بقى كيلو الدقيق كله، زودت كمان معلقة صغيرة بيكنج باودر، وكمان كيس فانيليا، او يعني نص معلقة صغيرة فانيليا. بتدي طعم حلو جدا وريحة كده المعجنات جميلة. وبعد كده هكمل بقى مية دافية. طبعا انا حاطة في الاول يعني من الكيلو دقيق الاول خدت كوباية دقيق، وكمان حطيت عليها كوباية مية دافية. كملت كمان بكوبايتين مية دافية، يعني حطيت 3 كوبايات مية دافية على كيلو الدقيق كله. بس طبعا الدقيق بيختلف من نوع للتاني، فممكن الدقيق النوعية اللي انت جايباها تحتاج سوائل اكتر، ربع كوباية مية كمان. ممكن تحتاج اقل، فيعني ايه بنحط شوية بالراحة بالراحة لحد ايه ما تبقى عندي عجينة متماسكة. وكمان في الاخر بقى حطيت ربع كوباية زيت على زبدة. انتوا تحطوا زيت بس، ممكن تحطوا اللي انتوا عايزينه. ممكن تعجنوا كمان بلبن لو انتوا عايزين، بس انا عاملاها حاجه اقتصاديه كده مش مكلفه، علشان ما كلفهاش زي ما بشتريها من بره، فما بقى عملتش حاجه يعني. بعد كده بقى ايه، عندي بقى حطيت، انا عجنتها كويس جدا. بصي، الفكره عندك عشان تاخدي النتيجه دي لازم تعجنيها حلو جدا جدا جدا. بعد ما عجناها بقى حلو جدا، حطيناها في الطبق تاني اللي احنا عجنا فيه، وبندهنها زيت كويس عشان متلزقش معانا في البلاستيك. لو عندك بلاستيك راب غطيها بيه. وبعد كده فوطه نظيفه. ما عندكيش يبقى زي ما انا عملت كده كيس بلاستيك عادي وغطيها بيه. وبعد ما خلاص بقى خمرت كويس جدا، هبدا بقى ايه، اجهز 3 اطباق دول. اول طبق عندي هجيب سكر. انا لكل 3 معالق سكر كبار بحط معلقه دقيق كبيره، يبقى لازم مع السكر ندمج ربع الكميه تبقى يعني ايه دقيق. وهقول لك ليه دلوقتي. وهنجيب كمان ربع كوبايه عسل اسود، وعليها نص كوبايه ميه عادي بدرجه حراره الغرفه. نقلبه بقى كويس كده. بس ده الخليط بتاعي جاهز. وعندي سمسم. السمسم طبعا يعني بيدي طعم حلو جدا، بس لو عايز استغني عنه تماما استغني عنه. وبعد كده العجينه بقى اكتر لحظه بحبها قوي لما احط ايدي كده العجينه تبقى طريه وناعمه جدا، وتبقى منفوخه كده كلها هوا، ونروح مفضينها كده. هبدا بقى الاول اعمل حاجه يعني القرص المضفره. القرص المضفره يا تعملوها يعني 2 اللي انتوا شايفينه ده، ان احنا خدنا كورتين كده وفردتهم زي ما انتوا شايفين كده رفيع بالطول. يا تعملوا 2 بس زي ما انا عامله كده، يا اما تعملوا 3. هي في الاصل 3 بس انا عملت 2. سهلت واسرع يعني، فقلت اعمل 2 بس كفايه. بس ده موجود وده موجود، ممكن تعملوا 3 و3 كمان شكلها ألذ يعني. بصوا بقى، نزلها في الخليط بتاعي الزيت بالميه، بعد كده على السمسم بتاعي، ونجيب صاج وندهنه بسيط يعني زيت كده عشان ما تلزقش بس العجينه فيه. واروح مطلعينها على الصاج بتاعي، واعمل كل الكميه بنفس الطريقه، الكميه اللي انتوا عايزينها بقى. وبعد كده بقى ايه، قلت اجرب معاكم واحده كمان علشان نشوف الطريقه سهله جدا. هنعمل زي ما شفتوا كده، اما 3 كور ونفردهم بالطريقه دي، اما كورتين ونفردهم بالطريقه دي. وبعد كده بنشبكهم من الطرف بس، ونفضل بقى نلولهم في بعض كده. لو عملتوها 3 هتعملوها زي الضفيره بالظبط، تقعدوا تلفوا ال3 مع بعض. بصوا كده، عشان كده اسمها مضفره. وبعد كده بقى ننزلها في خليط العسل والميه وعلى السمسم، ونحطها بقى في الصاج. خلاص بقى الكميه كلها، ونبدا مع بعض بقى ايه، نعمل النواعم بالسكر. النواعم بالسكر اول حاجه من اسرارها
ما بيتحطش السكر ساده، لو حط سكر ساده من غير دقيق هيسيح وهيشربوا العجين ومش هتلاقي جوه القوام اللي هو عامل زي الملبن شويه ده، بيتحول القوام اللي هو الطري زي الملبن ده شويه عشان محطوط عليها دقيق، فلازم سكر مع دقيق. عشان كده حطيت 3 معالق سكر كبار عليهم معلقه كبيره دقيق. لو انت عامله كميه اكبر فضاعفي طبعا الكميه. نفردها زي ما انتم شايفين، نحط فيها كميه السكر اللي احنا عايزينها. وبعد كده بقى ايه، انا عملت الكور كلها وقلت بعدين بقى ايه ابقى يعني افردها، قلت الاول احشيها كلها وبعد كده افردها. عايزه اقول لكم ان انا بقالي فتره كل ما اجيبها من الفرن الاقي مش باين فيها سكر اصلا، ما بقوش يحط الا حاجه بسيطه جدا لا تذكر، فبتحسيش فيها طعم النواعم اللي احنا متعودين عليها واحنا صغيرين. الا لا بقى لو في افران بتعملها بجد يعني بضمير، بس انا عندي الفران اللي جنبي جربت كذا فرن مفيش، خلاص كده. ففي البيت احلى بكتير فعلا، في البيت بتحسي فيها حشو كده. بصوا بقى بنفس الطريقه طبعا حطيناها يعني بططها كده كويس، وبعد كده حطيتها ايه في الخليط بتاع العسل والميه وكمان السمسم. السمسم بقى عندي خلص للاسف فمعرفتش احط على اللي هي السميد. بيبقى حلو طبعا بحط عليه سمسم، بس السمسم كان خلص يعني اضطريت ان انا ايه امشي نفسي بكده ايه بان انا اعملها ساده وخلاص. تعملوها بقى اشكال انتوا عايزاها، ممكن تعملوها زي ما انتوا شايفين كده اكس، ممكن نجمه كده زي ما انتوا عايزين، بتعمل من اشكال احنا عارفينها واحنا صغيرين. بعد كده بقى بسيب ده يخمر تاني، هتاخد 10 دقايق بالظبط تلاقيها رفعت كلها. بس طبعا الفرن عندي سخنته كويس جدا وانا بعمل اخر صاج علشان هبدا اسوي اول صاج اتعمل ده خلاص، يعني هو خد ال10 دقايق اللي ارتاحهم، شايفين اتنفخ ازاي. بس كده لسه هتقلبص بقى في الفرن اكتر وهتبقى جميله. دخلها بقى فرن مسخن مسبقا يبقى سخن جدا. وبعد كده بقى ايه يعني تاخد لون حلو قوي. اول ما تطلع بقى هقول لكم دلوقتي، اول ما تطلع بنحط عليها بسرعه برشها ميه كده، لو ببخاخه نظيفه كده او بايديكي كده رشي عليها ميه وغطيها بفوطه نظيفه. لو عجبكم ما تنسوش اللايك يا حبايبي، سلام.